أنا عشت سنين كتيرة قوي في سواد، ومحملة كل اللي حواليا نتيجة الحياة الصعبة اللي عشتها. فأنا زعلانة من خالتي وحاسة إنها غدرت بيا، وزعلانة من أبويا اللي اتجوز بعد أمي ب4 شهور، وحاسة إنه إزاي يعمل كده، وإزاي إحنا ما كناش أغلى حاجة بالنسبة له. بس في وقت كده، ودي كانت يمكن نقطة التحول، إنه أنا قررت أغفر. قررت إنه أنا كنت فاهمة، والرب استخدم في حياتي ناس يفهموني الصح، إنه لما أنا أغفر لأبويا مثلا ربنا هيسامحه، وأنا عايزة ربنا ينتقم منه، أنا مش عايزة ربنا يسامحه، فلازم ما سامحوش لغاية لما ربنا يجيب لي حقي. وبعدين الرب بعت لي كذا حد فهمني إنه لا، عدالة السماء حاجة تانية خالص، لكن أنا دوري أقدم غفران، والله مش هيفرط في حقي لأنه أنا هطيع الوصية. فقررت أني أسامح، ودي كانت أول نقطة تحول في حياتي. حتى أبويا سامحته، ورحت له وهو مريض وقلت له أنا مسامحاك يا بابا، أنا فاكرة كويس جدا. بصلي في عينيا وهو كان تعبان عنده لوكيميا، وقال لي ربنا بيعاقبني يا بنتي، بياخد لك حقك، سامحيني سامحيني يا بنتي، سامحيني. مسامحاك يا بابا.